السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ بشكركم كلكم فرد فرد، كل اللي حاول يتصل بيا او كتب لي او اثناء الكتابة او باي طريقة او اي وسيلة. شكرا جدا لكل اللي اطمن عليا وكل اللي عزاني في والدتي، بشكره جدا. يعني طبعا والدتي توفت يوم السبت اللي فات، وانا عملت عملية عينيا يوم الاحد. طب انا كان ليه ما اجلتهاش؟ كان ممكن تاجليها. لا، ما كانش ينفع اجلها خالص، لان انا كان العملية متحددة، مية بيضة وزرع عدسة ونزيف على العين، فكان عندي مشاكل كتير في عينيا، ما كانش ينفع تتأجل نهائي العملية. ولو كانت هتتأجل كانت هترجع والدتي، كانش هترجعها. الله يرحمها ويحسن إليها ويجعل مثواها الجنة، هي وأبويا وأموات المسلمين جميعا يا رب. وطبعا أنا عملت العملية، في ناس كتير اتواصلت معايا سواء على الفيس أو اليوتيوب أو اتصلوا بيا، فأنا بشكرهم جدا جدا. مش عارفة، ما عنديش كلام ما أقوله. يعني اول مره اطلع لكم بالحاله دي، يعني انا ما بحبش اشارككم احزاني، كلنا عندنا احزان وافراح ومشاكل، والحياه اليوميه اللي هي الحياه الطبيعيه، بس انا ما بحبش اديكم طاقه سلبيه. ربنا يرحم امي ويرحم ابويا ويرحم اموات المسلمين جميعا. هو ده المكان اللي هنيجي فيه، فلو الواحد يعني يتقي الله وما فيش داعي للشحونات والكلام ده كله. ربنا يرحمنا يا رب. إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن